اللي بيحصل على الساحة الرياضية دلوقتي من الإعلام الزملكاوي والشحن اللي بيعملوه للجماهير بتاعتهم عشان يبرروا بيه فشلهم، وصل بيهم الحال إن هم يشحنوا الناس على شركة اتصالات علشان عاملة للنادي الأهلي إعلان. كعادتهم مع أي شركة راعية للنادي الأهلي كل سنة بتنزل إعلان جديد، وتلاقي يقول لك دي تلميحات وده تلقيحات وده إيحاءات وشغل عيال صغيرة، ولازم الإعلان يتشال. العجيب والغريب ان احنا ندعم البلطجة، ندعم المشاهد المش كويسة، لكن مش بندعم التميز. الناس ديت ما شافتش الاعلانات بتاعت الوكالات، وكل وكالة ازاي بتعمل اعلان يميزها عن الوكالة التانية. فتلاقي الاعلام الزملكاوي مجرله ساعتين في اي قناة، وقاعد بقى يهبط في اي كلمتين، وقاعد يشحن في الناس، ومش عارف انا اصلا الناس ديت متسابة ازاي، الناس دي ما بتتحاسبش ازاي. ده وصل بيهم الحال ان واحد يسجل لخدمة العملاء وهو بيهزقه وهو بيشتمه عشان هو زملكاوي، واخوه عنده منصة اعلامية وقاعد يقول لك قاطع الشركة، قاطع شركة اتصالات، قاطع شركة اتصالات. يا جدع انت ايام لما قلنا اعملوا مقاطعة علشان خاطر اخواتنا اللي في غزة قعدت تقول ازاي ودول مصريين شغالين فيها وحرام عليكم هتضيعوهم وهتخربوا بيوتهم. ما تفهمش الناس ديت اصلا بتفكر ازاي، لكن هم عندهم الاهلي عامل لهم عقده، الاهلي عامل لهم حرقان، ومفيش حد بيحاسب الناس ديت على الشحن الجماهيري اللي بيعملوه. امبارح في اجتماع رابطه الانديه من ضمن القرارات اللي خدوها الغاء الهبوط الموسم الحالي. طبعا معروف ان هو تم اتخاذ القرار دوت علشان خاطر النادي الاسماعيلي، يعني في انديه بتتجامل. انا رسالة النادي الزمالك اولا، نادي الزمالك ما نزلش بيان ولا اعترض ولا قال ان في مجاملات بتحصل لفرق زي ما بيعمل مع النادي الاهلي. طبعا لا يسمع لا يرى لا يتكلم الا للنادي الاهلي. ليه؟ لان هو بيقنع جمهوره ان بيحصل مجاملات للنادي الاهلي، وطبعا ده عكس الحقيقه وعكس الواقع. لو كان بيحصل مجاملات للنادي الاهلي مش كان يتخصم منه الست نقط اللي هم بيقولوا عليهم. المفروض ان النادي الاهلي يتخصم منه 6 نقط على كلامهم عشان ننسحب من ماتش الزمالك. فلو كان حد هيجامل الاهلي كان لازم الماتش يتعاد. هي دي مش قصتنا دلوقتي. الرسالة التانية لجمهور نادي الزمالك، انت مش شايف ان في مجاملة بتحصل للفرق التانية؟ ولا انت ما بتشوفش الا كل ما يخص النادي الاهلي؟ اشمعنى النادي الاهلي هو اللي عامل لك عقدة؟ ما هي مجاملات واضحة وصريحة ما فيهاش اي جدال. دي مجاملة واضحة وصريحة، لا فيها تدليس ولا فيها عقد. الرسالة التالتة للإعلام الزملكاوي، خالد الغندور، عمرو الدرديري، أحمد سالم، عفيفي، معتز الشامي، كل الناس ديت اللي تطلع تتهم النادي الأهلي بالباطل. وبالنسبة لمجاملة الإسماعيلي من عدم الهبوط دي انتوا مش شايفينها؟ لكل جمهور الزمالك اتمنى انك تكون شايف اللي بيحصل حواليك، شايف النادي بتاعك والاعلام بتاعك ما عندوش شغله للنادي الاهلي. اي مجاملات بتحصل هو مش شايفها. بغض النظر عن رايي انا الاسماعيلي يهبط ولا ما يهبطش دي مش قصتي برضه، لان قرار زي دوت اكيد هيتاخد بناء على الاتفاق بين الانديه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.